يا مساء الفل. تخيل كده لو طلبوا منك في الشغل انك تعمل security testing لابليكيشن كامل والوقت ضيق جدا. طبعا مش هتلحق تدور على كل ثغرة بايدك عشان ترفع كل حاجة. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا لازم ندور على ادوات ذكية بتنجز. فالفيديو ده احنا هنتعلم ازاي بضغطة زرار واحدة نخلي اداة مجانية وعالمية تعمل لنا اسكان او فحص شامل للموقع، وكمان هتطلع لنا تقرير بكل الثغرات في دقايق. التول اللي معانا اسمها زاب. اول حاجة بنعمل لها داونلود. انا مسجلة الفيديو عشان كل حاجة بتاخد وقت. تختار الفيرجن المناسبة ليك. تمام. زي ما شايفين اول ما بنفتح التول الواجهه بتظهر بسيطه جدا ومباشره جدا. طيب الاداه دي بتشتغل ازاي؟ الاداه دي عباره عن بروكسي، يعني هي في النص بين المتصفح والسيرفر عشان تراقب وتحلل كل الريكوست الريسبونس وتدور على اي خلل امني. طيب وعشان نعمل الفحص تلقائي يعني اوتوميشن، يعني انا اختار اوتوميتد اسكان. تمام. خلينا نشغل. طبعا هو اول ما بنضغط هو بيطلب هنا ال URL للموقع اللي احنا عايزين نشوفه. طبعا احنا دخلنا الموقع اللي احنا شغالين عليه وده ديمو وعارفين ان هو فيه اخطاء فزي الفل. تمام. وعملنا اتاك فهو ماشي وزي الفل لحد دلوقتي. طيب انا شايف في لخبطه، ايه بقى السبب؟ هقولك السبب. يدور على متصفح فايرفوكس، تمام، عشان يبدأ الاسكان، فلما مش بيلاقي المسار الديفولت بتاعه فبيقول لا فيلد. طيب عشان نحل المشكلة دي بكل بساطة جدا احنا هنا هنغير فايرفوكس ونخليها كروم بس كده. تمام جدا. طبعا زي ما احنا شايفين لما خلص قال لي ان هو كومبليت فزي الفل. وهنا في الاليرت جايب لي كل حاجه. العلامات الحمراء دي معناها هاي ريسك، يعني دي ثغره كارثيه، ومعناها ان السيستم مخترق. تمام. تمام. وزي ما شايفين لقط كمان السيكوال انجكشن اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. تمام. طب العلامه الصفراء او العلامه الاورنج ده معناها لو او ميديوم، يعني مشاكل متوسطة او بسيطة في الاعدادات او التوكنز. فتمام. طيب ايه الحلو؟ الحلو ان انا عايزة اسلم التقرير ده. اسلمه ازاي؟ عندي حاجة هنا اسمها ريبورت وبعمل generate report ويطلع لي صفحة HTML فيها كل حاجة. خلونا نشوفها زي ما اتفقنا في دقيقة. خلونا نعملها مع بعض. يجي هنا generate ما شاء الله في ثانية كل حاجة. عشان نسلم الشغل فهو لازم يكون بشكل احترافي، فانا كده تمام عديت النقطة دي. لازم ابقى فاهم انا كاتب ايه في التقرير. اول جزء معانا بيبقى
زي ما احنا هنا شايفين التقرير منظم جدا، جايب الفيرجن، جايب كل حاجة تمام. نيجي لأهم جزء، الملخص ده هو المهم جدا. ليه؟ لأن ده عبارة عن جدول ورسم بياني، فبيلخص الليلة دي كلها، بيوريهم إجمالي عدد الثغرات. تمام، عندي التوتال. تمام، الحلو كمان ان هو مقسمها الهاي ميديوم لو. طيب، مية مية. الجزء التاني عندي الاليرت، تفاصيلها بقى كلها. ده الجزء الخاص بالديفلوبرز. ليه؟ لان هنا التقرير بيمسك ثغرة ثغرة بالاسم زي ما اتفقنا. شوف كل حاجة، مثلا ثغرة السيكوال انجكشن، الريسك بتاعها موجودة، عددها، كل حاجة. طيب، هل كده بس؟ لا، ده عبارة عن URL، المكان بالظبط اللي فيه الخلل. الأهم من كده كمان ان هو بيبقى كاتب طريقة العلاج البرمجي، يعني عشان المطور يدخل على الكود ويصلحه فورا. مجرد بس ضغطة خلاص انت عرفت كل حاجة. وبكده نكون عملنا فحص امان كامل وشامل للموقع، طلعنا تقرير احترافي، وكل ده بضغطة زرار واحدة. بس في النهاية الادوات بتوفر وقت كبير جدا، بس نصيحة، الاوتوميتد سكان لوحدها مش كفاية. انا متفق معاكم ان هي بتجيب الثغرات الواضحة في الكود، لكن الثغرات اللي محتاجة تفكير في البيزنس لوجيك انت لازم ككيو اي انت تطلعها بايدك او بتفكيرك. فدايما ندمج بين المانيوال والاوتوميشن عشان نطلع باعلى جودة. وبس كده، سلام.